سنة أولى ثانوي، قرارات وزارية نزلت جديدة ليك ولسه نازلة طازة. اجمع هنا علشان تسمعها مني، وبعد ما تسمعها مني في ليك مفاجأة. القرارات وهي يا صديقي ان امتحانك السنة دي هيكون 85% اختياري و15% مقالي. يعني ايه 15% مقالي؟ يعني لازم حضرتك تتعود على مسكة القلم اللي انت نسيتها من زمان. ثانيا، ان مفيش امتحان موحد هيكون على الجمهورية كلها يا صديقي. امال الامتحان هيتعمل تحت اشراف موجه المادة، فاذا الامتحان هيكون خاضع لموجه المادة بالتنظيم واشرافه وارادته. ثالثا بقى، ودي القاضية في الحتة الفاضية، ان مفيش واحد هيكون جنبك يا صديقي مع نفس الامتحان بتاعك. اشمعنى؟ لان الامتحان هيكون 3 نماذج مختلفين في اللجنة الواحدة. وهنا بقى تعالى اقول لك الخلاصة في الكراسة. هنحل مع بعض ايه؟ احنا طالما الامتحان هيكون مع الموجه، فالموجه هيحاول يلتزم بقرارات الوزارة، هيحاول يلتزم بالتقييمات اللي الوزارة نزلتها له، هيحاول يلتزم بالنماذج الاسترشادية اللي الوزارة كانت منزلها في كتاب المدرسة. ومن هنا يا صديقي دعونا نخترق النماذج الاسترشادية، والنهاردة هنحل مع بعض النموذج الاسترشادي اللي الوزارة كانت منزلاه في مادة التاريخ. يلا بينا. يلا يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم، وندخل مع بعض في أول سؤال. بيقول لك إيه؟ بيقول لك أيا من مراحل تطور بناء المقابر المصريين القدماء. يعني إيه؟ يعني أنهي مرحلة من مراحل التطور وصل إليها المصريين القدماء يرجع إليها مقبرة الملك توت عنخ آمون؟ واحدة واحدة كده وقول لنفسك سؤال. هو الملك توت عنخ آمون ده كان في أنهي مرحلة؟ هتقول لي في المرحلة الحديثة أو في الدولة الحديثة. طيب الملك ده اللي كان في الدولة الحديثة، هل المقابر في الدولة الحديثة كانت عبارة عن حفرة تحت الأرض؟ تقول لا، حفرة تحت الأرض ده في التخلف في البدايات خالص. طب هل هي كانت مصطبة؟ ترد عليها تقول لي لا، مصطبة واحدة ديت كانت في الدولة القديمة. طب ترد تقول لي هل هي شكل هرم كامل؟ برضه تقول لي لا، ان الهرم الكامل ده برضه كان في الدولة القديمة. امال الإجابة ما تنفعش غير النحت في الصخر. يبقى إذا الإجابة الصحيحة واللي تنفع معانا مع بعض وهي النحت في الصخر. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعديه، وعايزك تركز قوي معايا. ان المصري القديم استطاع استثمار البيئة الصحراوية. ركز عشان كلمة البيئة الصحراوية هي اللي هتحل لي السؤال. استثمر البيئة الصحراوية في صناعة ميزته عن حضارات العالم. يعني المصريين القدماء استخدموا الصحراء في ايه؟ ترد تقول لي هل استخدموا الصحراء ان هم يجيبوا بيها ورق بردي؟ اقول لك لا، مفيش ورق بردي. طب هل استخدموها ان هم يطلعوا نسيج؟ يا جدع في نسيج في الصحراء يا تقول لي لا، برضه النسيج في الصحراء ما ينفعش. طب هل استخدموها لصناعة الفخار؟ لا، ده الفخار عايز طين مش عايز صحراء، يبقى اذا صناعة الفخار ديت لا تجوز ولا تصح. امال المصريين القدماء استخدموا ايه؟ قال استخدموا الزجاج. ايوه، حيث كانوا، برافو عليك، يخرجون الرمال او يستخرجون الزجاج من رمال الصحراء زي ما انت عارف. طيب روح للسؤال اللي بعديه كده وننقل على اللي بعديه بسرعة. بيقول لي ارتبطت قوة الدولة في تاريخ مصر القديم بإيه؟ هل قوة الدولة ارتبطت في تاريخ مصر القديم بقوة الملك؟ ولا قوة الدولة ارتبطت في تاريخ مصر القديم بنفوذ حكام الأقاليم؟ ولا قوة الدولة ارتبطت بوجود قوانين؟ ولا ارتبطت بوجود مجالس نيابية؟ بص، ما تيجي يلا كده نعمل اكس على شوية إجابات. ما ينفعش نعمل وجود مجالس نيابية لأن الحكم كان في مصر القديمة زي ما انت عارف حكما مطلقا فرديا. مجالس نيابية ما تنفعش. طيب وجود قوانين، هرد اقول لك قوة الدولة في تاريخ مصر القديم ما كانتش بوجود القوانين. اشمعنى؟ لان في الدولة القديمة ما كانش فيه قوانين تحكم جيد جدا، فالقوانين هنا في الاجابة ما تنفعش. امال اقول له قوة الدولة دي مرتبطة بمين؟ اقول له مرتبطة بقوة الملك. اذا قوة الدولة من قوة الملك، ودي الاجابة اللي تنفع. طب تعالى لي بعد كده لما نروح على السؤال اللي بعده. كان سؤال بيقول
السؤال اللي بعده بنتكلم فيه وبيقول الآتي: إن ترجع تسمية المصري القديم إلى مراكز البحث العلمي. ليه المصري القديم أو المصري القديم سمى مراكز البحث العلمي بيوت الحياة؟ زي ما كنا بنقول الجامعات كان بيسموها بيوت الحياة أو بيوتات الحياة. طب المصري القديم سماها بيت الحياة ليه؟ هل هي بعث وخلود؟ يا بعث وخلود إيه؟ ما ينفعش الإجابة بتاعت البعث والخلود دي نهائيا يا صديقي. طب هل هي بناء بيوت للمصريين؟ يقول لك مال المصريين أصلا لم يكونوا يهتموا بالبيوت، هم يهتموا بالمقابر بس ما يهتموش بالبيوت. أمال الإجابة هتكون تطور معالم الحضارة؟ برضه لا، ما ينفعش تطور معالم الحضارة، لأن الجامعات دي ظهرت في فترة معينة من التاريخ وليس كل التاريخ. أمال الجامعة اللي هي بيت الحياة الحفاظ على روح الحضارة. نيجي نرجع مع بعض كده ونجيبها الحفاظ على روح الحضارة من مين؟ فاكر لما كنا بنقول حافظت جامعة أون على اللغة المصرية القديمة وحافظت على العادات والتقاليد؟ برافو عليك. يبقى الحفاظ على العادات والتقاليد ده الحفاظ على روح الحضارة المصرية القديمة. ننقل للسؤال اللي بعديه وعايزك تصحصح معايا، احنا لسه في الأول. يقول لك: العدل بين الناس والاستقرار وجهان لعملة واحدة. يعني ايه؟ يعني العدل انك انت تكون عادل بين الناس، والاستقرار السياسي الاثنين حاجة واحدة او وجهان لعملة واحدة. يلا ركز معايا. بص وظهر عكس ذلك فيه. يعني لازم فترة ما يكونش فيها استقرار ولا يكون حتى فيها عدل بين الناس. بص كده في الأسرات اللي قدامك دي، الأسرة الثالثة لا ده فيها استقرار وفيها عدل بين الناس لأنها كانت عصر قوة. طب الأسرة الخامسة لا كان عصر قوة. طب الأسرة الرابعة كلها كان عصر قوة. أمال عصر الضعف؟ برافو عليك، أنا سامع ناس بتقول من ورا الكاميرا قال لي عصر الضعف كان في الأسرة السادسة، اللي هو نهاية الأسرة السادسة لما كنا بنقول الملك بيبي نهو بيبي الثاني، وبداية الضعف في عهد الملك بيبي الثاني. يبقى الإجابة بتاعتي الأسرة السادسة. صح كده يا دكتور، وعايزك مفوق معايا مش عايزك نايم. نروح للسؤال اللي بعد كده وهي السؤال رقم 6. بيقول لك ايه؟ سؤال حلو قوي. يعتبر قناة السويس بتاعتنا دلوقتي بتاعت اليومين دول هي إضافة اقتصادية وحضارية لمصر المعاصرة. اوكي ماشي معاك. ويعد هذا المشروع تجسيدا لما قام به احد ملوك مصر الفرعونيه. ولا مين من ملوك مصر الفرعونيه عمل قناه زي قناه السويس؟ يلا نروح. هل بنحط بالرابع اللي هو اخناتون؟ اجابه غلط يا صديقي. بنحط بالرابع ثوره دينيه والدنيا اتبهدلت في عهده. طب هل هو امنمحات الثالث؟ او امنمحات الثالث هو عمل حاجه فيها ميه بس عمل سد اللاهون، يبقى مش امنمحات الثالث. امال اخد مين؟ تروح جري يد وتاخد سنوسرت الثالث، لان سنوسرت الثالث عمل قناه اسمها قناه سيزو ستريس. الله ينور عليك. يبقى ده كده الاجابه والسؤال رقم 7. ننزل بعد كده على 7. يلا 7 معانا. بيقول ايه؟ زود المصريين القدماء مقابرهم. اوبا السؤال ده سؤال ابن ناس. ازاي ابن ناس؟ لان معظمكم هتحلوه غلط. زود المصريين القدماء مقابرهم بالاساس الجنائزي. طب اللي مش عارف لحد دلوقتي الاساس الجنائزي هو ايه؟ هو الحاجات اللي كانوا بيحتفظوا بيهم في القبور بتاعتهم، دي اسمها الاساس الجنائزي. ماشي؟ طيب الاساس الجنائزي المصريين زودوا يدل على ايه؟ في ناس، شوف السؤال ده، طبعا مستبعد الاحتفالات والجنائز، مستبعد صناعة الأساس خالص خالص خالص. الناس هتروح بقى على بناء المقابر وهيروحوا على العقائد الدينية. بس يا صديقي الطالب المركز هنا هيروح ياخد العقائد الدينية. هسألك انت مركز قوي طب انت رحت ليه خدت العقائد الدينية؟ هيقول علشان المصريين القدماء البعث والخلود، وهم كانوا بيحطوا الحاجات بتاعت المتوفى في البعث والخلود. اقول لك برافو عليك كلامك صح، بس هنا مش صح. تقول لي هنا مش صح ليه؟ هو لك تخيل كده ان المصريين كان عندهم عقيدة البعث والخلود ايام ما كانت المقبرة حفرة، كانوا هيحطوا فيها اساس جنائزي؟ يلا كانوا هيحطوا فيها اساس جنائزي؟ ما تنفعش. امال ايه اللي خلاهم يحطوا الاساس الجنائزي؟ اللي بناء المقابر. لما تطور المصريون القدماء في بناء المقابر، تطوروا في بناء المقابر، ساعتها حطوا الاساس الجنائزي في المقبره. يبقى الاجابه هنا، شوف سبحان الله مش عايزه تتعمل، يبقى الاجابه هنا اخدها وهي بناء المقابر.
نروح بعد كده للسؤال رقم 8، والسؤال رقم 8 بيقول: يعود احتفاظ المقابر المصريين القدماء بألوان ورسومات. لما بتنزل أي مقبرة من مقابر المصريين القدماء بتلاقي فيها لحد دلوقتي ألوان، وبتلاقي فيها رسومات. طب الألوان والرسومات دي تدل على براعة الناس دي. هل براعتهم في علم الرسم، يعني كانوا شطار في الرسم بيرسموا كويس، ولا هل براعتهم في الهندسة؟ يقول لك لا، الرسم ده غلط والهندسة دي برضو إكس عليها. أمال الناس دي كان عندها براعة في علم الكيمياء يا صديقي. ليه؟ لأن الكيمياء استطاعت إن هي تحتفظ بجودة الألوان، تحتفظ بشكل الألوان اللي أنت بتشوفها لحد النهاردة. يبقى الإجابة هنا علم الإيه؟ الكيمياء. نروح للسؤال اللي بعد كده، بيقول إيه؟ بيقول لك: من أقوال الحكماء. يعني في حكيم من الحكماء جاء شوية أقوال. القول بتاع الحكيم ده من الحكماء قال لنا ايه؟ ركز كده معايا. قال لي: لا تنشر الرعب بين الناس، فهذا امر يعاقب عليه الرب. يعني لو انت نشرت الرعب بين الناس ربنا هيحاسبك. الى اي المهن يعني مهنه والوظائف الاتيه يمكن توجيه الحكمه السابقه. هل الموظف ده ينشر الرعب بين الناس؟ تقول لي لا طبعا. طب هل الصناع مين يا عم الحاج؟ امال مين اللي المفروض ان هو بينشر الرعب بين الناس؟ ترد عليا وتقول لي ده بص هبروزها لك. مين اللي بينشر الرعب بين الناس؟ تقول لي الجنود هم الذين ينشرون الرعب بين الناس. فعشان كده القول ده موجه ليهم هم شخصيا. طيب لما نيجي نختار هنا، نختار الاجابه هي الجنود. يبقى السؤال رقم 9 اجابته هتكون الجنود. يلا نروح على رقم 10. كان المعابد في الحضارة المصرية القديمة دورا دينيا. ماشي، ودورا ايه؟ هل المعبد ليه دور اقتصادي؟ المعبد اقتصادي ما تمشيش، يبقى أول واحدة دي تطلعها من حساباتك. طب هل المعبد كان ليه دور عسكري؟ لا، طلعها برضه من حساباتك. يبقى احنا استبعدنا ألف واستبعدنا إيه. أمال المعبد ليه دور ديني ودور ايه؟ دورا تعليميا ودورا ادبيا. طب دورا تعليميا ليه؟ لان المصري القديم كان بيعلم بعض الناس القراءه والكتابه في المعابد. طب دورا ادبيا ليه؟ تقول لي علشان الادب الديني. فاكر الادب الديني اللي كنا بنتكلم عليه؟ يبقى ايه ده؟ دورا ايه؟ ديني. تعالى اللي بعد كده للسؤال اللي بعديه بسرعه. تظهر قوه وهيبه الدوله الفرعونيه من خلال قوه وهيبه الدوله عن سيطره الملك. بتظهر من خلال ايه؟ هل من خلال عيد الفيضان؟ يتأكس عليه. يقول لي فيضان هو ايه؟ ماله الفيضان وماله القوه؟ طب هل عيد امون؟ يا ابني ده عيد ديني ما ينفعش. طب هل عيد الملك وميلاد الملك؟ لا مش عيد الملك. امال قوه الدوله بتظهر في مواكب النصر. لما احنا نعمل موكب للنصر، لما احنا نعمل احتفالات ومواكب النصر، فكان ده بيظهر قوه الدوله. سؤال 12 بسرعه. استطاع الهكسوس غزو مصر. الهكسوس غزو مصر واحتلوا اراضيها، وقد شجع ذلك على، يعني لما الهكسوس احتلوا مصر واستطاعوا ان هم يسيطروا على اراضي مصر، قد شجعهم ذلك على ايه؟ هل شجعهم على غزو مصر هي قله عدد سكان المصريين؟ ممكن نفكر فيها. ميل المصري للسلم؟ لا، بص طلعها بره حساباتك خالص. يبقى احنا ممكن نفكر في الف. طب هل هي عدم توافر حدود امنه؟ لا عيب عليك، ده موجوده حدود امنه ومصر تتميز بالحدود الامنه. هيفضل لك الف وب. يلا ركز معايا. تاخد الف ولا ب؟ سايب لك انت الموضوع. لا ما ينفعش الف يا جميل. ليه؟ لان مصر لم يكن سكانها عددهم قليل. امال الاجابه هتكون الصراعات الداخليه، ان مصر بينهم وبين بعض صراعات داخليه، فلم يمكنهم ان هم يواجهوا الهكسوس لما دخلوا، وخصوصا ان الهكسوس دخلوا لينا في عصر اسمه عصر الانتقال. يلا ايوه الله ينور عليك، الانتقال الثاني. بص بقى يا صديقي، سؤال 14 ده من الاسئله المهمه. بيقول لك ايه؟ من خلال دراستك عن المعلومات اللي وردت في الصورتين التاليتين حدد اي من الاستنتاجات الاتيه يعد استنتاجا صحيحا. يعني ايه؟ يبقى خد بالك ان في بعض الاستنتاجات ممكن تكون صحيحه في نفس الوقت، بس انا الاستنتاج الاشد صح. يلا كده، دي صلايه الملك نعرمر لما نيجي نحلل، لكن دي حجر الملك او حجر باليرمو. صلايه نعرمر دي اتكتبت سنه 3200 قبل الميلاد. حجر باليرمو ده كان في عصر قبل الاسرات. طب لما نرجع، هل الاثنين دول كانوا مع بعض في الفتره الزمنيه او دي نقشت اولا؟ يبقى الاجابه رقم 1 دي ما تنفعش، لان دي اتناقشت قبل دي. طب يلا نروح كده. يقول لك بص، حجر باليرمو نقش اولا. ايوه معاك، حجر باليرمو اتناقش اولا. صح كلامك، بس برضه مش يمكن هي الاصح. نبص في حاجه ثانيه. هل الاثنين نقش في زمن واحد؟ لا. طب هل اشترك الحجران في تاريخ واحد؟
اروح اخدها وانا قلبي مطمن. تقول لي تاخدها ليه يا مستر وانت قلبك مطمن؟ اقول لك علشان صلايه الملك نعرمر دي جابت الملك مينا والعصر بتاعه. طيب ما حجر باليرمو جاب ما قبل الاسرات. طيب هتقول لي وضح لي اكتر. هقول لك الملك مينا ده كان الاسره رقم كام؟ واحد. برافو عليك. أما قبل الأسرات يعني جاب قبل الأسرات وبعدين جاب الأسرة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة لحد الأسرة خمسة. ثالث ملك في الأسرة رقم كام؟ خمسة. إذا هنا مشتركين مع بعض في الفترة الزمنية بتاعت الأسرة رقم واحد اللي هي الملك مينا. يبقى أنا هاخد اشتراك الحجراني في تاريخ واحد. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعديه، نرفع كده مع بعض ونركز شويه. قال لي وصل الصانع المصري القديم الى مرحله الاتقان. يبقى مصر القديم وصل الى مرحله الاتقان ومرحله الابداع. الابداع والاتقان اللي وصل ليه المصري القديم بسبب ايه؟ يقول لك بسبب وفره المواد الخام. ولا ما كل المواد الخام متوفره في كل الدنيا. طب هل هو انتشار مراكز التدريب المهني؟ ببص كده ما الاقيش مراكز تدريب المهني. تقول لي امال ايه؟ حيث كان الصانع يرث صنعته من ابيه وجده. يبقى لما الصانع بيورث الصنعه بتاعته يبقى الاجابه بتاعتي ده اللي هتكون التواصل بين الاجيال. طيب نروح بعد كده للسؤال رقم 16. بيقول لي ترتبط قوانين العداله. قوانين العداله اللي اصدرها الملك حور محب في الدوله الحديثه. طب ترتبط بمنع استغلال النفوذ ولا ترتبط باعاده ترتيب الطبقات ولا ترتبط بتشجيع البحث ولا تحقيق النهضه العلميه؟ تقول لي مستر انت شطبت لي على الكل. ايوه شطبت لك على الكل بس شطبت غلط. امال الاجابه هنا هتكون الاول شيء انا شطبت عليه والقوانين هذا الملك كانت وفعلت من اجل منع استغلال النفوذ. يبقى عملوها علشان محدش يستغل النفوذ بتاعه وخصوصا النفوذ بين الموظفين وبين طبقه الموظفين. فاعاده ترتيب الطبقات ما تنفعش وتحقيق النهضه الاقتصاديه ملهاش دعوه وتشجيع البحث العلمي تترمي في الترعه. نيجي بعد كده للسؤال 17. بيقول لي من المشروعات القومية التي تقوم بها مصر حاليا لاستصلاح 1.5 مليون فدان؟ يا عم الحاج يا دكتور استصلاح 1.5 مليون فدان دي عايزة ايه؟ عايزة مياه. طيب علشان متطلب مية انا عايز مين هنا من الملوك اللي قدام منك دول اللي استطاع ان هو يوفر لمصر مية؟ عد معايا. سنوسرت عمل ميه بس عمل قناه سيزوستريس والقناه ديت لا تعتبر مشروع زراعي. سنوزرت الاول لا ما يخصناش ويطلعوا بره الحسابات بتاعتنا. طيب يلا هل هو من حطب الرابع يا جدع ومن حطب عمل ثوره دينيه والدنيا باظت في عهده؟ امال هقول لك مين؟ تروح تاخد على طول الملك امنمحات الثالث. طب ناخد امنمحات الثالث ده ليه؟ هتقول لي علشان انسى سد يسمى سد اللاهون. حد فاكر سد اللاهون؟ يبقى اخد امنمحات ليه؟ لانشاء سد يسمى سد اللاهون. يبقى الاجابه هنا هيكون اجابتي وهي الملك امنمحات الثالث عشان سد اللاهون. طيب تعالى لي بعد كده للسؤال رقم 18. سؤال 18 بيقول لي أيا من أنواع الكتابة المصرية القديمة التي تعبر عن التواصل الحضاري؟ تواصل حضاري يعني ما كانتش قاعدة في مصر بس بل خدت ودت. الهيروغليفية دي لغة مصرية أصيلة والديموتيقية لغة مصرية أصيلة والهيراتيقية لغة مصرية أصيلة. أمال الإجابة القبطية. ليه؟ لأنها كانت مزيجا من اليونانية. فاكرين لما كانت مزيجا من اليونانية بالإضافة للكتابة المصرية القديمة؟ يبقى احنا هناخد هنا الكتابة القبطية. نروح للسؤال رقم 19. بيقول لي ايه 19؟ سيطر الطابع الديني هل على العصور القديمة؟ العصور القديمة كان فيها طابع ديني. لا. طب العصور الحديثة؟ لا يا باشا ده طابع اقتصادي استعماري. التاريخ المعاصر؟ لا يا باشا ده ايجابيات وسلبيات. امال الطابع الديني العصور الوسطى. نروح مع بعض ناخد الاجابة هنا وتكون اجابتنا مع بعض كده العصور الوسطى. طب واحد يقول لي هي ليه انا اخد العصور الوسطى ديت واعتبرها ان هي الاجابة الرسمية والرئيسية بتاعتي؟ هقول له علشان العصور الوسطى تميزت بازدهار الديانة المسيحية. يبقى المسيحية ازدهرت فيها مش بس كده وازدهار الديانة الإسلامية وانتشارها. يبقى مسيحية ظهرت فيها وسيطرت الكنيسة. كل ده كده يبقى الطابع انه الطابع الديني. ناخد بعضنا ونروح بعد كده ليه 20. كانت منزلة العلماء منزلة عليه تقدرهم الدولة العلماء يعني
ولا يعلوه احد، يعني مفيش حد يعلو العالم في شيء. في دول العباره السابقه تمتع العلماء في الحضاره المصريه القديمه بعده مميزات. ايه هي المميزات؟ لما اروح كده اجيب كل حاجه واحده واحده. هل هي دينيه يا عم؟ عالم ديني؟ لا ما ينفعش. عسكريه يا عم؟ ما بروحش الجيش. امال هل هي اجتماعيه واقتصاديه؟ تصدق ممكن تنفع. طب ممكن ناخدها، بس لما نشوف الاختيار رقم د دايما نتعلم كده. الاختيار رقم د ديني وسياسي، يعني الاثنين ما ينفعوش، لا ديني ولا سياسي. امال انا هروح اخد ايه؟ اخد اجتماعيه واقتصاديه. فاكر انت لما كانت الدوله بتخلي المعلم لا يعلوه احد من الطبقات وتحترمه وتعفيه من الضرائب و كل ده اقتصادي وكل ده اجتماعي، بتزود مكانته الاجتماعيه. طب هنروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يصنف التاريخ المعاصر بايه؟ التاريخ المعاصر هل يصنف برقم واحد التشابه مع العصور الوسطى؟ طب لما اروح كده اشوف في تشابه بين التاريخ المعاصر والعصور الوسطى؟ لا مفيش تشابه. العصور الوسطى عصور دينيه، والتاريخ المعاصر ايجابيات وسلبيات. الغي. اكثر استقرار يا ده عيب عليك، ده بقول لك سلبيات يبقى مش استقرار. طيب هل هو يتشابه مع العصور القديمه؟ ابدا. امال التاريخ المعاصر في التناقض بين ملامحه. التناقض ليه؟ كان في حاجات ايجابيه وحاجات تانية سلبيه، فالايجابيه مع السلبيه ده اسمه تناقض. طيب تشابه الملك منتحتب الثاني في سياسته الداخليه لمصر الفرعونيه مع الملك. منتحتب يتشابه في السياسه مع الملك. هل منتحتب، دايما كنت بقولها لكم كده وانا بشرح يا جدع، منتحتب اعاد توحيد البلاد. اذا في واحد تاني وحد البلاد. لما تبص بالاختيارات انت مش عايز نجاوب، هتروح تاخد الملك مينا او نعرمر لانه وحد البلاد. لكن منتحتب تكتب فيها كده اعاد توحيد البلاد. خد بعضك وروح للسؤال رقم 23 معانا ونشوفه بيقول ايه. غناء المصري القديم اثناء العمل في الحقول يدل على. هو كان بيغني بيضيع وقت؟ اوعى تقول لي يضيع وقت ازعل منك وتخش النار. ما كانش بيضيع وقت ابدا. طيب هل اجابته للغناء والعزف؟ مش موضوع خالص اجابته للغناء والعزف. امال اخد بقى عدم تقديره لقيمه العمل، ولا اخد رقم 2 اللي بتقول لي حبه لهذا العمل؟ لا، اقول له حبه لهذا العمل. وممكن تجيب من الحته ديت دليل عليه. انت بص كده لما بتبقى قاعد رايق وبتعمل حاجه بتحبها، بتلاقي نفسك لوحدك كده بتدندن، صح ولا مش صح؟ يبقى انت اكيد بتحبها. لكن لو انت بتكرهها انت هتبقى مش طايق نفسك ولا طايق حتى تسمع صوت نفسك. يبقى اذا انا اخد حبه لهذا العمل. طيب روح للسؤال اللي بعد كده رقم 24. بيقول لي ايه؟ كان توجيه الادباء نصائح للملك او الفرعون. كانوا بيوجهوا للفرعون او الملك يعد نوعا من انواع. هل النصايح ده ادب ديني؟ عيب عليك يا جدع، ما تقوليش الكلام ده تاني، عيب ازعل منك. طب هل ادب قصه؟ لا قصه مين؟ القصص انت عندك قصه سنوحي والقرى والفصيح. حكمه ونصيحه اوبا ممكن تمشي. ادب سياسي ممكن تمشي. بس انا ارجع للسؤال تاني، نصائح للملك لا هنا مش حكمه ونصيحه، لان الحكمه والنصيحه دي الحكماء بينصحوا الناس. امال ده ادب ايه؟ ادب سياسي. يبقى هذا الادب كان يصنف على انه ادب سياسي. يبقى انت هتختار اجابه الادب السياسي وتعتمدها. طيب خد بعضك وروح للسؤال اللي بعد كده على طول. بيقول لي ايه؟ تفسير ظاهره تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. يبقى الشمس كانت بتتعامد على وش رمسيس. هذه الظاهره وتفسيرها يدل على، يحتاج إلى أي علوم من العلوم. حلناها 10,000 مرة ويا رب تجيلك في الامتحان عشان تحلها صح هتفتكرني. هل هي علم طب؟ طب هل الشمس لما اتعامدت على وش رمسيس فيها مظهر من مظاهر الطب؟ ابدا، مفيش طب هنا، ما ينفعش الطب خالص. بص على الصوره كده اللي قدامك دي، وش الملك منور اهو قدامك، منور اهو. يبقى ده هل هو ينفع علم الطب؟ تقول لي لا. امال هو علم الحساب والهندسه؟ اوبا تصدق ممكن يمشي. بس في حاجة تانية أدق ممكن إن إحنا ناخدها من العلوم ده. هل هو علم الفلك والحساب ولا الهندسة والفلك؟ بص يا باشا، الحساب ينفع والهندسة تنفع، والهندسة والفلك الاتنين برضو ينفعوا، والفلك والحساب برضو ينفعوا. بس أدق تفسير للصورة اللي قدامك ديت هي الهندسة والفلك. الهندسة إن هم يبنوا المبنى دي بالارتفاعات اللي أنت شايفها، والهندسة إنه يعرف حركة النجوم ويعرف حركة الكواكب. وهنا نستبعد الحساب ونستبعد الحساب، يبقى الإجابة صحيحة جيم اللي هي الهندسة والفلك.
ركز معايا علشان اللي جاي مهم جدا. يقول لك يدل مشاركة سكان شمال السودان. أول ما تسمع شمال السودان تقول لي شمال السودان ده مصر اللي كانت هي سكان النوبة. مشاركة شمال السودان قديما لجيش في إمارة طيبة. السودان كانوا بيشاركوا في جيش من إمارة طيبة، يعني بيدخلوا من عندنا، يجوا من عندهم يدخلوا عندنا مصر. هل هي نقص عدد المصريين؟ لا عيب عليك ما تقولش كده. طب هل هي بحث الشمال عن عمل؟ هيشتغلوا في الجيش مش هيلاقوا غير الجيش يعني؟ امال هي ايه؟ الناس بتوع طيبة كان عندهم شعور بالانتماء لمصر. يبقى الاجابه بتاعتهم هناخدها شعورهم بالانتماء لمصر، عشان كده دخلوا الجيش مع مصر. السؤال اللي بعديه بسرعه 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 وفوق معايا وصحصح. 27 بيقول لي بدأ المصري القديم ينتج غذائه، يعني ينتج طعامه من بدايه من، وده سؤال حلو قوي. العصر الحجري القديم كان بيعيش تنقل وترحال وبيروح من هنا مرة ولهنا مرة، لم ينتج الغذاء. عصر المعادن ده اخترع فيه المصري القديم المعادن، وقبل كده كان يعرف الغذاء. امال الغذاء، عشان السؤال ده مهم جدا ولو جه هيغرق ناس كتير، الاجابه بتاعتك هتكون ايه؟ هتكون العصر الحجري الحديث. يبقى انتاج غذائه كان بدايه من العصر الحجري الحديث. ماشي، روح لي بعد كده السؤال اللي عليه الدور وبيتكلم عن ظهر مصطلح الملكيه المقيده. ركز معايا، ملكيه مقيده. مقيده يعني ايه؟ يعني المصري القديم كان الملك بيخضع ليه في بعض الامور وبيعرض عليه، وكان الملك بيهمه مصلحه الشعب ما يهموش مصلحه نفسه، فدي اسمها الملكيه المقيده. امال الثانيه الملكيه اللي كانت عمال على بطال دي اسمها ملكيه مطلقه. طب هنا السؤال بيقول لك الملكيه المقيده. الملكيه المقيده كان بوجود ملكين على راس الدوله. مصر لم تعرف وجود ملكين. انشاء برلمان يابا ما كانش في برلمانات ولا حاجه بيراقب الملك. امال هل هو تطبيق مبدا سياده القانون ولا تقييد الملك لسلطه الوزير؟ الغي يا باشا وزير وطلعه من حياتك. يبقى الاجابه هنا هيكون رقم ب اللي هي تطبيق سياده القانون. سؤال رقم 29 معاه كده صح وفوق. الاجراءات التي قام بها سيدنا يوسف خلال فترة الجفاف. ايه هي الاجراءات اللي يوسف قام بها خلال فترة الجفاف وقد تدل على معرفة يوسف بايه؟ سيدنا يوسف بنى ايه خلال فترة الجفاف؟ بنوا حاجة مهمة جدا اسمها الصوامع عشان يخزنوا فيها الغلال بتاعتهم. طيب بناء الصوامع ده لما اجي انا افسر واشوف بناء الصوامع كان ناتجا لايه؟ عد معايا كده. هل ده حل بمصر قديما تدل على معرفة بشؤون السياسة؟ مش ينفع. الزراعة هو ممكن تنفع الزراعة بس مش دي صيغة السؤال خالص. تجارة لا يا باشا طلعها بره حساباتك. امال تصرفهم في فترة الجفاف وان هم يعدوا منها بنجاح ويستطيعوا ان هم مصر ما يحصلش فيها مجاعة، دي اسمها إدارة. يبقى الناس دي كانت بتدير الدولة كويس، يبقى كان عندها إدارة. طب بص بقى على الرسمة اللي جايه لك دي يا باشا. قدامك صورة تعتبر او تعبر عن معتقدات المصري القديم التي جعلته يهتم بايه. طيب الصورة اللي قدام من حضرتك دي المحاكمة في العالم الآخر يا باشا. دي كده المحكمة وبيتحاكم. ادي قدام منك الإله أوزوريس اهو، وادي قدام منك الميت اللي داخل يتحاسب اهو، وادي الميزان اللي له كفتان، وادي الحيوان المفترس اللي هياكله لو كان مثلا ما كانش كويس في حياته، وادي فوق هنا وهنا كده الحكام الاقاليم ال 42. يعني دي المحكمه اللي داخل المصري عشان يتحاكم فيها. فبقول لك بص بقى الصوره اللي قدام منك دي، هل هي دي صورة تدل على تحنيط الجثة؟ أقول لي تحنيط الجثة ولا فيها أي شيء من التحنيط. بناء مقابر؟ مقابر مين يا عم الحاج؟ ولا مقابر ولا حاجة. أمال دي أساس جنائزي؟ أساس جنائزي إيه؟ ما فيش أي حاجة تدل على. أمال دي العمل الصالح. لو كان هذا الرجل خيرا هيخش الجنة، ولو كان هذا الرجل سيء ورجح القلب بقى هيجي الحيوان المفترس اللي انت شايفه في الصورة ده ياكله ويقطع جسمه. نروح للسؤال اللي بعد كده ونشوفه بيقول ايه. السؤال 31. انتشرت القصائد التي تمدح الفرعون. يبقى القصيدة اللي بتمجد الفرعون وبتمدح الفرعون في مصر القديمة، هل هي كانت القصيدة في بداية الدولة الحديثة ولا نهاية الدولة القديمة؟ طب ركز قوي قوي معايا عشان انا عايزك هنا مركز.
نهاية الدولة القديمة كان في عصر ضعف، ما كانوش بيمدحوا الفرعون، كانوا بيحطوا عليه ويضربوه. العصر المتأخر ما كانش بيمدحوا الفرعون لأنه عصر ضعف. أمال نهاية الدولة الوسطى ضعف، يبقى ده ضعف. يلا كده ده ضعف، كل عصر من العصور دي ضعف. أمال عصر اللي بيمدح يبقى لازم الفرعون يكون مسيطر. عشان يكون الفرعون مسيطر يبقى ده بداية الدولة الحديثة، وإجابتنا هنا هتكون بداية الدولة الحديثة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ كانت الكتابة المستخدمة في عهد الملك نخاو الثاني. يعني احنا كنا بنستخدم ايه في عهد نخاو الثاني؟ يقول لك عهد الملك نخاو الثاني كان قوة ولا ضعف؟ تقول لي كان عصر قوة. الأسرة 26 الوحيدة نخاو بسمتيك اللي كانت قوة. فلما يجي يقول لك بقى كانت الكتابة الهيروغليفية، لا يا باشا الهيروغليفية دي قديما. أمال نخاو في العصر المتأخر. ولما تيجي تكتب كده أو تعرف إن العصر المتأخر ده كان عصرا من عصور القوة، فانتشرت في العصر المتأخر الكتابة القبطية، يبقى أقول نخاو على طول عصر متأخر يعني الكتابة القبطية. نروح للسؤال اللي بعديه، اللي يدل تشابه التقاليد حاليا مع تقاليد المصريين عند الحضارة تتصف بإيه؟ تاني معايا. تشابه بعض التقاليد. هو هنا مش بيعمم لك، لا هو بيخصص، بيقول لك بعض التقاليد ماشي حاليا مع بعض التقاليد عند المصري القديم تتصف بايه؟ احنا في تقاليد بتشبه له وهم كانوا نفس التقاليد، يبقى هل تدل على التواصل؟ لا مفيش تواصل. التواصل ده يبقى بينك وبين حضاره خارجيه. التدين يا عم تدين ايه؟ احنا بنعبد ربنا وهم كان عندهم تعدد الهه. امال التقدم؟ هم كانوا متقدمين واحنا فين؟ احنا. امال تدل على الاستمراريه، ان انت حاليا بتعمل نفس التقاليد اللي هم كانوا بيعملوها. تعال اقول لك ايه التقاليد اللي كانوا بيعملوها. مثلا يعني الاحتفال بشم النسيم، عيد الربيع، صح؟ انت كنت بتحتفل بيه وهم بيحتفلوا بيه، يبقى ده تدل على الاستمراريه. نروح بعد كده يا باشا للاسئله اللي هتودينا في داهيه، وانا حاسس كده الاسئله اللي هتودينا في داهيه دي وهي الاسئله المقاليه. اول سؤال من الاسئله المقاليه بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعبر عن اهتمامات احد ملوك الدوله الحديثه. ده مين؟ ده اخناتون. طب اخناتون ده اللي عمل ثوره دينيه، اثر ذلك على سياسه مصر الخارجيه. بص، اخناتون في عهده مصر اتدمرت خارجيا، اتكسرت. طب ليه اتدمرت؟ قال لي علشان الملك اخناتون اهتم بالدين واهمل السياسه. فلما الملك يهتم بالدين ويهمل السياسه ترتب على ذلك ايه؟ ترتب على ذلك تفكك الامبراطوريه. اكتب ورايا، تفكك الامبراطوريه المصريه في سوريا تحديدا. فاذا كان لها اثر ايجابي ولا سلبي؟ لا، الاثر بتاعها هنا يلا كده معايا سريعا عشان القلم وقف، فالاثر بتاعها هيكون اثر سلبي وليس ايجابي. نروح بعد كده للسؤال اللي عليه الدور 35. بيقول لنا ايه؟ رحلات مصر التجاريه الى افريقيا وانتصار رمسيس على شعوب البحر المتوسط، هل بين الاثنين عامل اساسي؟ تقول له في عامل. ليه؟ رحلات مصر الى افريقيا كان بيجيبوا خشب، تحديدا لما كانوا بيروحوا يجيبوا خشب كان بيجيبوا خشب اسمه خشب الارز. يبقى مصر كان بتجيب خشب الارز. طيب خشب الارز اللي مصر كان بتجيبه في افريقيا ادى خشب الارز الى بناء الاسطول. يبقى هو لما راح جاب خشب رحنا احنا بانيين الاسطول. طب انت يا باشا لما جبت خشب وانت لما بنيت الاسطول اثر ايه على شعوب البحر المتوسط؟ ان جه رمسيس الثالث الراجل الطيب الكبارة اللي قدامك ده ودخل معركة. المعركة دي كان ضد شعوب البحر المتوسط وهزمهم. يبقى انا هكتب ايه؟ هكتب حيث ان رمسيس الثالث استعان ببلاد فينيقيا ان هو يحضر خشب الارز اللي ساهم في بناء الاسطول في الدولة الحديثة، اللي ساهم في القضاء على شعوب البحر المتوسط. آخر سؤال لحبايبنا الغاليين وهو بيقول لك أمامك صورتين، والسؤال ده جه امتحان قبل كده صدقوني. السؤال بيقول قدام من حضرتك صورتين. الصورة الأولانية اللي قدام حضرتك ديت وهي بتتكلم في حاملة الطائرات المصرية اللي موجودة في البحر المتوسط. الصورة الثانية اللي بتتكلم عن الأسطول. هل في ربط ما بينهم؟ هما الاثنين دول سفن، والسفن ديت بتحارب فين؟ في البحر. يبقى دي سفينة تحارب في البحر والتانية سفينة تحارب في البحر.
طيب قال لي وجه الشبه بين مهام الاسطول المصري قديما وحديثا. سؤال بسيط، هو الاسطول المصري حديثا ليه؟ مش عشان يحمينا من البحر، يبقى حمايه حدود البلاد. امال الاسطول المصري القديم كان معمول ليه؟ يعني الدفاع عن البلاد وحمايتها. يبقى هما الاثنين وجه الشبه، تكتب كده حمايه حدود البلاد. وكده يا صديقي يبقى احنا خلصنا مع بعض النماذج الاسترشاديه بتاعت الوزاره. تعبت معايا شويه، استحمل كده ودوس باذن الله. تابعني عشان قريب جدا هنزل لك تقييمات كامله محلوله، تقييمات الوزاره مع النماذج دي تخش بيها الامتحان وانت قلبك جامد وضامن الدرجه. وما تنساش دايما تقول انك مع القيصر لازم تصيد.